ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعضينا حلاوة المولد بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وكمان المكونات بتاعتها سهلة جدا وموجودة عندك في البيت. انا جبت هنا حمص وبس اديته تحميصة شوية، وكمان جبت سمسم برضو اديته تحميصة شوية، وبرضو فول سوداني، وعندي هنا العسل الكلوكوز، وعندي هنا زيت عشان ادهن بيه الصاج اللي انا هفرد فيه الحلاوة، وعندي هنا كوباية سكر وكوباية مية، كوباية السكر وكوباية المية لكل حاجة انا هعملها. ودي معلقة فانيليا، وهنبدأ نعمل الشربات بتاعي. هنزل بكوباية السكر وبعد كده كوباية المية، واقلب كويس وما تخليش السكر على الجوانب عشان ما يسكرش منك. قلبي كويس. بعد كده هنزل بمعلقتين اللي هو العسل الجلوكوز، هسيب السكر ده يستوي من على نار هادية، وبعد كده اضيف الفانيليا. هقلب كويس، وعشان اتاكد ان هو استوى هجيب طبق فيه ميه ساقعه وانزل بنقطه منه كده. لو هي مسكت في نفسها كده تبقى ده كده استوى. لو لقيتوها لسه سايحه فده كده لسه مستوتش، هي كده استوت معايا. هبدا بقى اعصر الطبق، ادهن الطبق زيت، واحط السوداني، وبعد كده انزل بالشربات اللي انا عملته، وقلبي بسرعة عشان طبعا ما تنشفش معاكي. تقلبي بسرعة، وبعد كده تكوني مجهزة الصاج اللي انت هتعملي فيه او الصينية بتكوني مدهنها زيت، وابدأ افردها كويس. والمعلقة اللي انت بتفردي بيها لازم تحطي لها زيت عشان ما تلزقش فيها الحاجة. انا كده فردت وبلم على قد ما بقدر، برضو احاول المها. هو تعملي بايديك عشان طبعا بتبقى سخنة جامد جدا عشان ما تتلسعيش. وهبدأ وهي لسه سخنة برضو ابدأ اقطعها، عشان لو سبتيها شوية هتبقى صعبة في التقطيع معاكي. ولازم تبقي دهنه الصاج بتاعك او الصينيه او اي حاجه انت هتعملي عليها، لازم تكوني دهنها زيت كويس عشان ما تلزقش معاكي. والسكينه كمان برضو او القطعه اللي هتقطعي بيها لازم تكوني دهنها زيت. وهنا هبدا اعمل الحمص. طبعا انا قلت لكم ان انا محمصاه قبل كده. هنزل بالحمص بقى. طبعا الشربات بتاعي انا عاملاه برضو ومجهزاه. وهدهن برضو الصاج بتاعي اللي انا هعمل فيه. وانتي برضو لو عندك صينيه اي حاجه او الرخامه بتاعتك اي حاجه تبداي اعصيها زيت، دهنيها زيت جامد.
وبعد كده هنزل بقى بالشربات بتاعي واقلب بسرعة عشان خاطر ما ينشفش. حاولي تقلبي بسرعة. وبعد كده فردتها في الصاج بتاعي. وده شكل الحاجة اللي انا عملتها. انا عملت سمسمية وعملت حمصية وسودانية. زي ما انتم شايفين كده، ولا تشتري من بره ولا حاجة، عشان انتوا عارفين الاسعار غليت. فدي انت حاجة بتعمليها على قد ايديكي، وفي نفس الوقت كمان حاجة نظيفة لولادك، وسهلة جدا في العمايل. وكمان هتطلع معاكي بصي مقرمشة وحلوة. وما تنسوش لو الفيديو عجبكم ياريت تعملوا لايك واشتراك في القناة وكومنت جميل زيكم كده. وكل سنة وانتم طيبين.